أهم موجب لموجبات التوفيق الإلهي. إخواني، هذا هو سر التوفيق. صدقوني، كل إنسان موفق في حياته، في آخرته، في عمله، في علمه، تلقون هذا الموجب عنده. صدقوني. شنو هذا الموجب؟ بر الوالدين. بر الوالدين من أعظم الأمور التي توفق الإنسان. إذا كان الإنسان بارا بأبويه، الأب راح يدعو، الأم راح تدعو. دعاء الوالد في حق ولده مستجاب، ودعاء الوالدة في حق ولدها مستجاب. هذا بر الوالدين يجعل الإنسان موفق ويجعل له سبل التوفيق، سواء كان الأبوين حيين أم ميتين، ما يفرق. ما يمنع الرجل، يقول صادق آل محمد اللهم صل على محمد سلام الله عليه: ما يمنع الرجل منكم أن يبر والديه حيين كانا أو ميتين. قالوا له: يا ابن رسول الله، حيين خوب نعرف نطيحهم، نقضي لهم حوائجهم، نيس ما نأذيهم، ايش ما يأمرونا ننفذ الأوامر. ميتين شلون نبرهم؟ ماكوش، ما قاعد صار. قال: أن تصلي عنهما وتصوم عنهما وتفعل الخيرات نيابة عنهما. المهم هنا أن الإنسان ما ينقطع عن أبويه. ترى بالرواية: من بر أبويه في حياتهما ثم قطع عنهما ثم انقطع عنهما بعد الممات كتب عند الله عاقا. وهي مهم الإنسان، خصوصا ليالي الجمعة، خصوصا عند الحسين. يوم من الأيام قل له: السلام عليك يا أبا عبد الله نيابة عن أبي، وقل له: السلام عليك يا أبا عبد الله نيابة عن أمي، وصلي ركعتين نيابة عن والديك حيين كانا أو ميتين. هاي عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، تجعل سبب للتوفيق وتكون سببا لتوفيق الإنسان. ما على الإنسان إلا أن يبر أبويه حيين كانا أو ميتين. السيد شهاب الدين المرعشي النجفي اللي مدفون في قم، وإلى قبر الوحدة يزار، وحسينية كبيرة. هذا الرجل صار مرجع، صار إمام جماعة في صحن السيدة المعصومة، له ما له من الكرامات والمكاشفات. في مذكراته يذكر أن سبب توفيقي في حادثة واحدة. شنو هالحادثة؟ دعاء أبي لي. إيش وقت؟ يقول يوم من الأيام وقت الظهيرة، يقول أبوي يجي عادة ورا صلاة الظهر يروح للمكتبة مالته بالغرفة يقرأ. يقول أم صاحتني: سيد شهاب نادي أباك، قل له الغدا جهز، تعال خليه يجي يتغدى. يقول رحت لقيت أبوي لازم الكتاب وممتد ونايم تعبان. شلون راح أقعد أبوي؟ خاف يتأذى. شلون؟ خاف أقول له قوم، خاف يقمز. هاي القمزة هواي تأذيه، هاي التعب هواي يأذيه. شلون؟ يقول فكرت، وصلت إلى الفكرة أن أجلس أبي طاعة لأمر أمي، لأن هي اللي أمرتني، وما أأذي أبوي هم بالقعدة. يقول نزلت إلى باطن قدمه، باطن الرجل، وبخدي أخذت أمسح باطن رجله حتى شوية شوية يحس ويقعد. يقول لما استيقظ وقعد قال: ماذا تصنع يا سيد شهاب؟ قلت له: هذا الأمر. يقول لي رفع يديه إلى السماء قال: اللهم وفق سيد شهاب. وذاك أبوهم كان مرجع من العلماء معروف. يقول هذا سر توفيقي إني وصلت لهالمرحلة أنا. دعاء الوالدين، بر الوالدين، عدم أذيتهم. إخواني ترى بر الوالدين هواي مهم. يقول إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه أن الله سبحانه وتعالى قرن 3 ب3 في كتابه. من ضمن 3 ب3 قرن شكره بشكر الوالدين، وأن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. قال: فمن لم يشكر الوالدين لم يشكر الله سبحانه وتعالى.